السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال كده على السريع، ليه بندرس أحياء؟ هو أنا مالي بجسم الإنسان والحيوان؟ على فكرة دي مادة لكل الداء دواء ولا إيه؟ أنا عندي حق. النهاردة أنا جاي أتكلم في موضوع بيجنن الكل، وبالأخص طلبة الثانوية العامة وتانية ثانوي، وعن تجربة وكتير قوي بيجي في بالي، ويمكن أنت كمان بتحس نفس الإحساس كل ما تسمع كلمة أحياء. هو أنا ليه أدرس أحياء؟ ليه أذاكر تركيب الضفدعة؟ هو أنا مالي بالميتوكوندريا والكلوروفيل؟ هو أنا هبقى دكتور يعني ولا عالم أبحاث في الصحراء؟ يا جماعة أنا عايز أكل وأشرب وأعيش حياتي، عايز أطلع الساحل وأروح المالديف. إيه لازمة كل الخلايا والجزيئات دي والكائنات الغريبة دي؟ السؤال ده في محله وسؤال جميل جدا، وكتير مننا بيحس إن الأحياء دي كابوس بيطاردنا من أول إعدادي لحد ما نخلص جامعة. بس صدقني بعد الفيديو ده هتغير نظرتك للأحياء 180 درجة، وهتكتشف إن الأحياء دي مش مجرد كائنات مجهرية أو بكتيريا كده وخلاص. ده كتيب تشغيل جسمك وجسم كل الخلايا اللي حواليك، بوسي كات القطة اللي معاك في البيت، ودليل استخدام الكائن الحي اللي حواليك. يا متعلم يا بتاع الخلايا، اسمع مني وما تراجعش ورايا. بص يا سيدي، أغلبنا بيشوف الأحياء دي حفظ أسماء أجهزة، كلى، كبد، مخ، أعصاب، ورسومات كائنات كده غريبة ملهاش لازمة، وحاجات كده بتجيب الملل وبتقفل الواحد. يعني شوية حاجات كده بتدرسها غصب عنك علشان تخلص منها. طب تعال نشوف الموضوع ده من زاوية تانية. غير عينك معايا وبص وراك للزاوية التانية. صحتك دي مسؤولية مين؟ عمرك سألت السؤال ده؟ ما تقوليش مسؤولية ماما، ملهاش دعوة، دي مسؤوليتك انت على فكرة. لما بتدرس أحياء بتفهم ازاي جسمك ده بيشتغل، زي ورشة كبيرة كده، كل جزء فيها بيعمل حاجة معينة. بتعرف ازاي الأكل بيتهضم، ازاي قلبك بيدق، ازاي عقلك بيفكر. بتفهم ليه لازم تاكل أكل صحي، ليه لازم تنام كويس، ليه لازم تمارس رياضة. يعني لو حد قالك اشرب مية كتير، انت بتفهم ليه المية دي مهمة للخلايا والكلى بتاعتك، مش بتشرب كده وخلاص. او بتاكل اكل صحي وبتمارس رياضة كده على عماك. ده بيخليك طبيب نفسك من غير ما تحتاج لدكتور ووجع دماغ. وبتعرف تحافظ على صحتك بدل ما تبقى عايش كده بالبركة وخلاص، ومعرض لأي مرض. وزماننا ده وسنتنا دي بالذات الأمراض كتيرة ومنتشرة. لما بتيجي تعيا مين اللي بيفهم؟ أو لما لا قدر الله بيجيلك دور برد أو بتجيلك حساسية، لا قدر الله مرض مزمن، بتفهم إزاي جهاز المناعة بتاعك بيقاوم، وإزاي البكتيريا والفيروسات بتشتغل. بتعرف إزاي الأدوية دي بتشتغل جوه جسمك. يعني لو الدكتور كتب لك دواء، بتفهم الدواء ده بيعمل إيه بالظبط في جسمك، مش مجرد بتاخده كده وخلاص. الأحياء بتخليك متعافي بوعيك، وبتعرف تتعامل مع جسمك بحكمة، مش بتتعامل معاه كده وخلاص على انه شغال عندك او بتوظفه. الاكل اللي بتاكله ده يا سيدي جاي منين؟ وما تقوليش جاي من السوق. الفراخ اللي بتاكلها، الخضار اللي بتشتريها، الفاكهة يا سيدي اللي بتحبها، بطيخ بقى والمانجا والعنب. ما تنسوش بقى طبق كوكتيل كده تبعته لنا في الكومنتات، مستنيه على فكرة. كل دي كائنات حية بتشتغل بنظم حيوية معينة. يعني بالمختصر كده، لما بتدرس أحياء بتفهم ازاي النباتات بتصنع أكلها من الشمس، ازاي عملية البناء الضوئي بتتم، وازاي الحيوانات بتتكاثر وتنمو. وده بيخليك خبير تغذية نفسك من غير ما تقعد تتفرج وتدوش في دماغك. وبتعرف تختار أكلك صح، وبتعرف ازاي الأكل بيأثر على جسمك. يعني لما الواحد يقولك الفراولة مفيدة، انت بتفهم ليه مفيدة وايه محتوياتها، مش مجرد فاكهة حمراء وخلاص. يبقى الأحياء دي مش مجرد تشريح كائنات غريبة، دي الكتالوج التفصيلي لحياتك وجسمك، ودليل المستخدم كمان، ولكل الكائنات اللي بتشارك على الكوكب. أي كائن حي سواء نبات أو حيوان أو إنسان. وكمان هتعرف الدنيا ماشية إزاي بجد، مش بس السطح ده. ده صندوق أسرار الحياة على سطح كوكب الأرض. تخيل كده إنك عايش في غابة مليانة كائنات حية، بس أنت مش فاهم أي حاجة عنها. هل هتعرف تعيش وتتعامل معاها صح؟ لا طبعا، مستحيل. الأحياء دي بقى هي اللي بتعلمك قواعد اللعبة صح بتاعة الحياة على كوكب الأرض. ما أنت ما ينفعش تلعب لعبة وانت مش عارف قوانينها. البيئة اللي حواليك دي مش مجرد لعبة. لما بتدرس أحياء بتفهم العلاقة المعقدة بين الكائنات الحية والبيئة اللي عايشين فيها. بتعرف ازاي النباتات بتنتج أكسجين اللي بنتنفسه، وازاي الكائنات الصغيرة بتحلل المواد العضوية علشان ترجع للتربة. بتفهم ليه التلوث خطر، وانك ما ينفعش تاكل وترمي الكيس في الأرض،
وليه لازم نحافظ على البيئة. يعني لو لميت كيس بلاستيك في البحر، الأحياء هتفهمك ليه ده كارثي ودي كارثة، وكنا عاملين عنها فيديو في القناة، ادخل اتفرج عليه. دي كارثة على الكائنات البحرية وعلى المياه نفسها، وده بيخليك صديق للبيئة بوعي ومسؤولية. التنوع البيولوجي وأهميته، بتفهم ليه مهم إن في أنواع كتيرة من الحيوانات والنباتات. ليه اختفاء نوع واحد ممكن يأثر على السلسلة الغذائية كلها ويدمر الدنيا. الأحياء بقى بتوضح لك التوازن الدقيق في النظام البيئي، وإزاي الكوكب ده كله عيلة واحدة، وإن إحنا كلنا أسرة كده مع بعضينا، كل واحد فيها بيكمل التاني. يعني لو سمعت عن انقراض نوع من الحيوانات، انت بتفهم ليه دي مصيبة كبيرة جدا بتأثر على الكون كله. الجينات والوراثة، انت مين؟ لما بتدرس أحياء بتفهم ازاي الصفات الوراثية بتنتقل من الآباء للأبناء، وليه انت شبه باباك أو مامتك في صفة معينة. بتفهم ايه الجينات وازاي بتتحكم في كل حاجة فينا، وده بيفتح لك باب لفهم الوراثة والأمراض الوراثية، وازاي ممكن نطور علاجات ليها في المستقبل. يعني لو ابنك كده يا رب طبعا طلع عينيه خضراء أو زرقاء أو شعره أصفر وانتوا عينيكم بني، الأحياء بتفهمك إن الموضوع ده مش سحر، ولا كانت مامته دعياله يا رب ابني يطلع عيونه خضرا ولا زرقاء. دي جينات اسمها جينات متنحية. يا معلم فهمني ولا تهت مني؟ اصحى كده وركز. دماغك هتتطور وتبقى كمان باحث الحياة. قوة التحليل والتفكير الشامل. أيوة، مش بقولك دي أحياء؟ دراسة الأحياء مش بس عشان تحفظ أسماء لاتينية غريبة أو ترسم خلايا تحت الميكروسكوب. دي بتعمل في دماغك كده عملية تحديث سوفت وير كده على السريع، كأنك بتفتح موسوعة متكاملة على الحياة. بتخليك محلل عبقري مش ساذج. الأحياء بتعلمك إزاي تفكر بشكل منطقي وعلني، إزاي تحلل المشاكل الصحية أو البيئية، إزاي تدور على أسباب الكامنة وراها، وإزاي توصل للحلول العلمية. ودي مهارة جميلة جدا في عصرنا اللي مليان معلومات كتيرة جدا غلط عن الصحة والغذاء. بدل ما تبقى ترند وماشي ورا أي وصفة علاجية كده وخلاص، تبقى طبيب وباحث بيعرف الصح من الغلط. وكمان بتخليك مفكر شاطر مش بس بغبغاء. بتعلمك ازاي تسأل ليه جسمي بيتصرف كده، وازاي الكائن ده بيعيش في البيئة دي. ليه البطريق بيعيش مثلا في القطب الجنوبي، ليه السمكة بتعيش في المية. بيخليك ما تقبلش كده الأمور كمسلمات، وتدور على التفسير العلمي والتفسير المنطقي وراء أي ظاهرة حيوية. يعني لو حد قالك المنتج ده بيطول العمر، الأحياء بقى هتخليك تسأل إزاي وإيه الدليل العلمي وإيه أثره على الخلايا. فلسفة كده في نفسها. وكمان بتقوي مهارة ربط المعلومات ببعضها. الأحياء بتوريك إزاي كل أجهزة جسمك مرتبطة ببعضها، وإزاي الكائنات الحية بتعتمد على بعضها في النظام البيئي. بتتعلم إن الكون ده كله منظومة متكاملة، ومفيش حاجة بتحصل معزولة عن الباقي. دي مهارة كده صغنونة بتساعدك تفهم تعقيدات الحياة اللي احنا عايشين فيها، وتشوف كمان الصورة الكبيرة. بتزود قدرتك على حل المشاكل بشكل إبداعي. يعني لما بتواجه مشكلة بيولوجية زي مثلا مش لاقي علاج لمرض جديد، بتضطر يا سيدي انك تشغل دماغك، دي كمان رياضة في نفسها. تجرب طرق مختلفة وتفكر بشكل مبتكر علشان تلاقي الحل لمهارة. دي بتنقل معاك لكل مشاكل حياتك، سواء بقى في تطوير منتج جديد أو في حل مشكلة مجتمعية. تفتح مداركك وتخليك بني آدم فاهم الحياة. بتعرف إن الدنيا دي أكبر بكتير من اللي أنت شايفه بعينك، وبتشوف أسرار الحياة وطبيعة الكائنات الحية، وده بيخليك متسامح أكتر ومتقبل للناس اللي مختلفة عنك. بتخليك كده برنس وفنان في نفسك، بيفهم معادلة الحياة، فرص بقى ومستقبل برعاية الأحياء. البعض فاكر إن اللي بيدرس أحياء ده آخره يطلع مدرس أحياء، مع احترامي الكبير طبعا والكامل لكل مدرسين الأحياء. لا يا سيدي، ده تفكير أيام جدي وجدة خالص. الأحياء بتفتح لك أبواب كتيرة جدا في مجالات مختلفة، وممكن ما كنتش تتخيلها. الطب والصيدلة والعلوم الصحية، تعالوا لي بقى يا ناس يا بتوع علم علوم وبتوع الطب والصيدلة، دول بقى أساس المجال. هنطبل لكم شوية. ده انتوا أساس المجال، سواء كنت دكتور صيدلي أو حتى محلل طبي أو باحث، محدش يقدر يستغنى عنكم. اجمعوا لي هنا بقى. علوم البيئة والاستدامة، لو مهتم بمشاكل التلوث والتغيرات المناخية زي حالاتي كده، أو ازاي نحافظ على مواردنا، الأحياء هي بوابتك للمجال ده، وده اللي مطلوب عالميا.
الزراعة وعلوم الغذاء. لو عايز تشتغل في تطوير أنواع جديدة من النباتات أو تحسين جودة المحاصيل الزراعية أو حتى تصنيع الأغذية الأحياء بقى هي الأساس. التكنولوجيا الحيوية وده مجال المستقبل، بيستخدم الكائنات الحية أو أجزاء منها لتطوير منتجات جديدة زي الأدوية واللقاحات العالمية وحتى تحسين جودة الحياة. علوم الوراثة والأبحاث الجينية يا معلم، لو عايز تشتغل في تحليل الجينات أو اكتشاف أمراض جديدة أو حتى علاجها، ملناش دعوة احنا بالأمراض الجديدة دي. على مستوى الجينات الأحياء بقى هي دي المفتاح للباب السحري وباب العالم ده، علم الحيوان والنبات. لو بتحب الكائنات الحية ممكن تشتغل في دراسة الأنواع المختلفة أو في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض. الطب الشرعي بقى والأدلة الجنائية، وتدخلي على السفاحين بقى. لو بتحب مسلسلات الجريمة، لو بتحب قصص السفاحين، الجرائم اللي بتحصل، كل التحاليل بتتعمل على الجثث أو الأدلة الحيوية دي بقى أساس علم الأحياء. يعني لو سمحت ما تروح تتفرج على قصة رعب أو سفاح التجمع أو أي سفاح عالمي وأنت مش بتحب الأحياء. يعني لو أنت بتدرس أحياء صح، مش مجرد بتحفظ كده معلومات وخلاص، ده أنت بتدي لنفسك ميزة تنافسية رهيبة في سوق العمل، بتكون مطلوب في أكتر الوظائف عالميا وأعلاها في المرتب يا معلم. بتكون مستعد لأي وظيفة ممكن تظهر في المستقبل، وعلى فكرة محدش يعرفها دلوقتي، ده في وظائف لسه هتظهر، ده احنا لسه يا معلم ياما هنشوف، لأن الأحياء هي اللي بتخلق الوظائف الجديدة دي المتعلقة بالحياة. ختام الحكاية يا أصحابي، الأحياء دي مش جسم ضفدعة، دي كتالوج حياتك. وفي الآخر كده خلينا نبص لدراسة الأحياء مش على إنها كابوس في المدرسة أو مادة بنحفظها علشان الامتحان ونجيب فيها كام درجة، لا دي استثمار حقيقي فيك أنت، في صحتك، في مستقبلك، في كل حاجة في حياتك. الأحياء دي مش هتخليك تنسى مكان بيتك، بالعكس دي هتخليك تفهم ليه جسمك ده كله بيشتغل بالطريقة دي وليه لازم تحافظ عليه. هي اللي هتخليك تفهم الكون الحي ده كله صح، وإن إحنا ولاد عم بعض، وتفهم الطبيعة وتفهم إزاي الكائن الحي حواليك وبيتفاعل. فكر في الموضوع كويس، ولو انت يا سيدي بتعرف تاكل وتشرب وتتحرك فدي خطوة أولى حلوة. بس لو درست الأحياء بجد وعرفت تحلل وتستفيد منها، ساعتها بقى انت بتمتلك المفتاح السحري أو مصباح علاء الدين والبوصلة والخريطة وكمان الكتالوج بتاع جسمك والكائنات الحية اللي مش هتوصلك لأي حتة عايزها في عالم المعرفة والابتكار في مجال الحياة. دي مش مجرد دراسة، دي فلسفة حياة كاملة بتخليك أقوى وأذكى وأكتر نجاح في كل حاجة بتعملها، وحتى هتفهم ليه الضفدعة بتنط بالشكل ده بالظبط. ايه رأيكم؟ هل كلامي غير فكرتك عن الأحياء؟ يا ريت تشاركونا برأيكم في الكومنتات. ودي أكتر مادة محببة إلى قلبي وبحبها، وكان تسجيلها لذيذ وممتع بالنسبة لي. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.